السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في وصفة جديدة من وصفاتي أنا مطبخ أم يارا. إن شاء الله وصفتنا جميلة جدا النهاردة زي ما انتم شايفين. الممبار يا جماعة بطريقة حلوة جدا، وهقول لكم كمان المكون السري اللي بيخليه فعلا جميل جدا، وكمان هقول لكم اللون تعمليه ازاي، وأهم حاجة ما تنسيش اشتراك في القناة، وكمان تفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد، واللايك الجميل بتاعك عشان أنا مفتقدة اللايكات خالص. فيا ريت انك تعملي لي لايك كده. ومع بعضينا حتى شفتي انا بقطعها كده جميله جدا، وطعمها والله خرافه من جوه، احلى من المحلات بكتير. اهم حاجه يا جماعه تصلوا على النبي في التعليقات، ونبتدي مع بعضينا الوصفه. في البدايه كده هنجيب طبق غويط وهنحط فيها عدد 3 طماطم كبيره، وهنقطعها مكعبات زي ما انتم شايفين، وكمان 3 بصلات كبار، واللي هو البصل الابيض والاحمر، وهنقطعه برضو مكعبات صغيره زي ما انتم شايفين. وهنجيب كوبايه ونص من الرز المصري المغسول، هتغسليه يعني وهتسيبيه شويه، هتنقعيه يعني كويس وبس تصفيه وتسيبيه شويه. وبعد كده تاخديه بقى وتحطيه على طول على الرز، هيطلع بالمنظر اللي انت شايفاه ده. بايدك بقى الحلوه يعني هتمسك المكونات دي كلها وهتقعدي تدوسي عليها عشان خاطر زي اللي تتعجن مع بعضيها، هتبقى حلوه خالص. اما بقى بالنسبه للبهارات الجميله بتاعه الممبار، والسر فيها برضو ان احنا هنجيب معلقه كبيره من الملح، معلقه كبيره من الكزبره المطحونه ناعم جدا، معلقه كبيره من الفلفل الاسود، معلقه كبيره من السبع بهارات وده السر فيها، وكمان نص معلقه صغيره من البصل البودر، ونص معلقه صغيره من الثوم البودر، وكمان هتحطي عليها ربع معلقه من الكاري. فهنجيب كمان معلقه كبيره خالص من الصلصه، صلصه الطماطم، معجون الطماطم يعني، ونص معلقه من هريسه الشطه، وده كمان المكون السر التاني اللي احنا حاطيناه. هريسه الشطه يا جماعه للممبار جميله جدا، لما تيجي تحطيها كده بتخلي الطعم من جوه مشطشط وحلو كده جميل. هتهرسيها بقى بيدك او هتعجنيها بيدك الاول، وبعد كده معلقه هتجيبيها من تحت لفوق زي ما انت شايفه كده. اهم حاجه ان انت تقلبيها كويس خالص وتدخل المكونات كلها في بعضيها. بعدين هتكوني محضرة كميات متساوية من الخضرة بتاعة الممبار الجميلة بتاعتنا، طبعا عبارة عن بقدونس وشبت وكزبرة. بتكون بكميات متساوية لغاية ما يتكون كلها مع بعضها زي ما انت شايفة كده. بعد كده هتقعدي تقلبي بقى بيدك كده لغاية ما تجيبيها كلها من فوقها لتحتها كده. اهم حاجة ان انت تدخلي كل المكونات في بعضها. وكمان هنحط متنسيش ال3 معالق زيت اللي انا قلت عليها. كمان هنجيب الممبار بقى نضفته ازاي وعملته ازاي. انا الممبار في ناس كتير ما تعرفش تنضفه، هو يا جماعة تنظيفه سهل جدا. انت بتجيبي الممبار طبعا من عند الجزار، بتقلبيه على الناحية الناعمة وتحطيه تحت حنفية، وبتجيبي جلدة الأنبوبة تحطيه الممبار جوه جلدة الأنبوبة، طبعا ما تغسليها كويس خالص. وبعد كده بتسحبي جلدة الأنبوبة، هتلاقي كل الأوساخ أو كل حاجة موجودة في الممبار بتنزل مع جلدة الأنبوبة. هتلاقي كمان ان تنظيفه كمان ملحوظ جدا، يعني هتشوفي الفرق ما بين ان انت بتعمليه عادي بتنظفيه عادي، وانك بتنظفيه بجلدة الانبوبة، اللي هي جلدة الانبوبة السوداء يا جماعة العادية اللي احنا بنستعملها دي. هتعمليها بالطريقة دي. كمان هتنضفي الممبار كمان بالملح والخل، ومعلقة سكر صغيرة، هتنضفيه كده هو وهتلاقيه جميل جدا معاكي. احنا اول واحدة طبعا انت لازم ترفعي الممبار عشان يا جماعة لازم يعني الممبار لما تحشيه ما تملهوش على الاخر، وبعد ما تخلص الحشوة فيه تدوسي عليه جامد لغاية ما ترفعيه خالص بالشكل اللي انت شايفاه ده، عشان خاطر ما يفرقعش معانا في مية الغلية اللي انت هتحطيها للممبار. طبعا احنا بعد ما قطعته وعملته ده كله زي ما انتوا شايفين كده هو بالواحدة، طلع معايا كمية حلوة خالص. طبعا بجيب حلة على النار وبحط فيها مية مغلية، وبحط فيها ورق لورا وبصلاية متوسطة، وكمان ملح وفلفل اسود، وبحطه على النار اسيبه يغلي على النار. وبعد كده بحط فيه الممبار، هيطلع بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا بطلعه شوية يهدى كده، بحط له ملح وفلفل بعد ساعة تقريبا. انت ذات نفسك هتعرفي ان هو استوى بعد ساعة او ساعة ونص، يعني على حسب سوى البوتاجاز عندك ازاي. كمان انت هتطلعيه، اول ما تطلعيه يتهوى شويه كده، بعد كده هتحطي له ملح وفلفل من فوق كده، وهتستني عليه شويه. بعد كده هتحمريه ازاي بقى عشان تطلعيه نفس اللون اللي انت شايفاه ده. هتروحي تجيبي زيت غزير، يعني زيت غزير زي كانك بتحمري بطاطس، يعني زيت غزير كده، وتحطي فيها نص كميه الممبار. مش هتحطيه كله انت، بس هتحطي نص كمية الممبار، هتحطيه في الزيت الغزير كده كأنك بتحمري بطاطس.
وهتطلعيه هيطلع بالشكل اللي انت شايفاه. بعد كده تحطي النص التاني من الممبار في الزيت، وهيطلع التحمير بتاعه جميل جدا. هو اصلا الممبار مش بيتحمر في زيت قليل، هو بيتحمر في زيت غزير، يعني عشان يطلع باللون اللي انت شايفاه ده. حتى في المحلات اللي بره هم بيحمروه بزيت غزير، مش بيحمروه بزيت عادي. فطبعا سر من اسرار حلاوة الممبار يعني وجمال الممبار، لما تيجي تاكليه محلات تحس ان فرق شاسع ما بين ان انت تاكليه في البيت وما بين ان انت تاكليه في المحلات بره. فطبعا الطريقه دي هتعجبك جدا جدا، واحنا هنعرف ان شاء الله في التعليقات لو جربتيه يعني، هنعرف الطريقه طلعت ازاي معاكي وحلوه ولا لا. وكمان زي ما انت شايفه كده بيتقطع بكل سهوله، ولونه جميل جدا يا جماعه، وطري من جوه كده ومقرمش جميل من بره، شكله جميل خالص. ان شاء الله هيعجبك، وهتعرف الاختلاف ما بين ان انت تعمليه في البيت بالطريقه دي وما بين ان انت تشتريه بره. طبعا مش هتلاقي فيه اي اختلاف بالطريقه دي. اهم حاجه ما تنسيش تعملي لايك وشير واشتراك في القناه، وتفعلي لي زر الجرس على الكل، وتنشري لي كمان الفيديو بتاعي لاكبر عدد ممكن من الناس، واللايك الجميل بتاعك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته من مطبخ امي يارا.